من الأثرية أرض القداسة والعجائب، وشاهد على عظمة الإيمان في مصر. على أرض مصر المباركة، وتحديدا غرب مدينة الإسكندرية، تقع واحدة من أقدس المواقع المسيحية، وهي منطقة أبو مينا الأثرية، التي تعد ثاني مدينة للحج عالميا، والموقع الوحيد في مصر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979. أبو مينا أرض البركة والعجائب. كانت أبو مينا قديما قرية صغيرة، لكنها اكتسبت شهرتها بسبب قبر القديس الشهيد ماري مينا العجائبي، الذي عاش في القرن الثالث الميلادي، واستشهد دفاعا عن الإيمان. بعد استشهاده توقف الجمل الذي كان يحمل جسده تلقائيا عند هذا المكان، ورفض التحرك، فاعتبر ذلك إشارة إلهية، ودفن القديس في هذا الموقع المقدس الذي أصبح لاحقا مزارا يتبارك به المؤمنون ووجهة للحجاج المسيحيين من مختلف أنحاء العالم. أبو مينا وجه الحجاج قبل القدس وبعدها. منذ القرون الأولى أصبحت أبو مينا مركزا رئيسيا للحج المسيحي، حيث كان الحجاج يأتون إليها لطلب البركة قبل التوجه إلى مدينة القدس بفلسطين، أو يزورونها بعد إتمام حجهم هناك. ولم تكن الزيارة مجرد رحلة إيمانية، بل كانت فرصة للتبارك وطلب الشفاء، إذ اشتهرت هذه المنطقة بكونها موضوعا للمعجزات التي يصنعها الله بشفاعة القديس ماري مينا. روعة العمارة القبطية في أبو مينا. تضم المنطقة العديد من المباني الأثرية الرائعة ذات الطابع الروحي، وأبرزها قبر القديس ماري مينا العجائبي الذي كان مركزا للحج والتبرك. الكنيسة الكبرى التي شيدت لتخدم الزائرين المؤمنين. المعمودية، حيث كان الحجاج ينالون سر المعمودية المقدسة. مجموعة من الكنائس الصغيرة والحمامات والمنازل التي كانت تخدم المجتمع المسيحي هناك. ساحة الحجاج، وهي فناء واسع تحيط به أعمدة رخامية، حيث كان الحجاج يجتمعون للصلاة والتأمل. مكانة أبو مينا عالميا. تتمتع منطقة أبو مينا الأثرية بمكانة رفيعة على المستوى العالمي، حيث تحتل المرتبة 90 عالميا ضمن قائمة المواقع التراث العالمي لليونسكو. أما على مستوى جمهورية مصر العربية، فهي تأتي في المرتبة 5 بعد الأهرامات، معابد الأقصر، معبد أسوان، قرية المعز، أبو مينا الأثرية، وبعدها تأتي دير سانت كاترين بسيناء، ووادي الحيتان بالفيوم، مما يؤكد أن أبو مينا ليست مجرد موقع أثري، بل هي شاهد حي على التراث المسيحي المجيد في مصر. ماري مينا العجائبي، شفيع مصر والعالم. يعد القديس ماري مينا العجائبي من أشهر الشهداء الأقباط الذين ذاع صيتهم في مصر وخارجها، إذ اشتهر المعجزات التي يصنعها الله بصلواته حتى يومنا هذا، ولذلك استحق لقب الشهيد أبو مينا العجائبي أو الشهيد العجائبي. وظلت سيرته نبراسا منيرا لكل مؤمن يسير في طريق الإيمان والثبات على الحق. بركة القديس ماري مينا العجائبي تكون معنا جميعا، آمين.